السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نشارك معكم واحد الجلابه اخرى. هاد الايامات عطيتكم الدق الجلالب يعني فيهم افاده واستفاده للجميع، يعني اللي ما فهمات من الدرس الاول تفهم من الدرس الثاني وهكذا. وكذلك راه عطيتكم قياسات مختلفه، يعني فصلت معكم جلابه ديال بنت صغيره ودابا ومن بعد جلابه كبيره، واليوم غنفصل معكم جلابه بعمر 14 سنه. نتمنى الدرس يكون مفهوم، والا كانت شي حاجه ما مفهوناش خليوها ليا في الخانه ديال التعاليق وانا غادي نشرحها لكم على الراس والعين. كما قلت لكم اليوم غادي نشارك معكم هاد الجلابه هذه اللي كتشوفوها، اللي فيها بزاف حتى هي ما يتعطى، يعني واخا جلابه على جلابه راه كاينين مفارقات فيهم، لان بحال هذه دابا اليوم غادي نفصلها لكم بالقب مفتوح. يعني الا ما كانش الثوب عندكم كافي وما ما بقاش لكم فاش تصوبوا القب، انا غنعطيكم في هذا الفيديو الطريقه باش تخرجوا القب ديالكم. اول حاجه كنطوي الثوب كما العاده على جوج، وكنطوي على الطول ديالو، يعني على ديك 2 متر. علاش كنطوي؟ ما كنطويوش على العرض باش كنديروا ديك الدخله في الخارجه. غادي ندير القياس ديال دوره العنق ديالي اللي غادي ندير لها فيه 7 سنتيم. ودائما ديك الحاشيه ديال الجناب اللي كنقولها دائما وكنعاود عليها، ديك اللي كيكونوا فيها دوك النقيطات ما تحسبوهاش، ما تاخذوهاش بعين الاعتبار، يعني دائما خذوا العبار من موراها، من مورا دوك النقيطات. هنا من بعد ما درت 7 سنتيم غادي ندير نهبط بجوج سنتيم. هنا غادي تبان لكم انها اكثر، ولكن راه تما كما قلت لكم ديك 2 سنتيم تقريبا كتكون ديك 2 سنتيم في داك البلاصه ديك الحاشيه ديال الثوب كتكون فيها 2 سنتيم. هنايا هبطت ب2 سنتيم كما قلت لكم في التقوره ديال العنق، وغادي ندور. غادي ندير القياس ديال الكتف اللي غادي ندير لها، هي عندها 20 في الكتف، هي عندها 18 زائد سنتيم ديال الخياطه، هي عندها 19 عفوا زائد سنتيم ديال الخياطه، هي 20 سنتيم اللي غادي نحط. هنا غادي ننزل ب3 سنتيم، هذه 3 اللي قلت لكم انها قاعده ما كتغيرش كتبقى دائما. غادي نسطر من عند ديك 3 لعند الزاويه الفوق ديال الدوره ديال العنق. غادي نهبط ليها بالتركيز، هي عندها 22 باش غادي نهبط بالتركيز. اللي ما عرفش الطريقه ديال التركيز ولا الطريقه ديال المقاس، ارجع الفيديوهات اللي كنت حطيتو شحال هذا فيه الطريقه ديال اخذ المقاسات، يستافد منه ومنه غادي يعرف كيفاش ياخذ المقاسات ديالو. هبطت ليها كما قلت لكم في التركيز ب 22 سنتيم. هنا في الصدر ديالها غادي ندير ليها 25 سنتيم. هنا القياسات كما قلت لكم راه كتغير، غترجعوا للفيديو اللي بغات تاخذ القياس لبنتها ولا ليها ولا شي حاجه، راه غادي يكفي انها ترجع للفيديو اللي فيه طريقه اخذ القياس وتاخذ القياسات بديك الطريقه اللي انا فايت حطيتها معكم، يعني واضحه وسهله. ومن بعد تقيد القياسات ديالها في ورقه، تزيد السنتيمات ديال الخياطه، انا وريتكم في داك الفيديو كيفاش تزيدوا السنتيمات ديال الخياطه وتطبقوها على الثوب. جربي في ثوب صغير، جربي غير في طريف، جربي في ورقه، المهم تعلمي وحيدي عليك العكس. هنا من بعد ما هبط بداك التركيز غادي نقسم ديك المسافه ديال التركيز على جوج، غادي ندير نقطه في المنتصف، من المنتصف غادي نهبط لعند داك النقطه اللي درت في الصدر ديريكت باش كندير ديك التقويره ديال حيردة الابط ولا الدوره ديال الابط. هنا غادي نهبط دابا بطول الظهر. طول الظهر وريتكم في داك الفيديو نيت كما قلت لكم اللي فيه طريقه اخذ المقاس، وريتكم الطريقه باش غادي تاخذوا طول الظهر، لان طول الظهر كيسهل عليكم باش تعرفوا المسافه اللي غتهبطوا فيها من الصدر للحزام، يعني البطن. هنا غادي ندخل ليها بسنتيم على العبار اللي درت ليها في الصدر، يعني درت لها 25 في الصدر، في الحزام غادي ندير لها 24. انا ما بغيتش الايفازمون تجي باينه، راكم عارفين دابا الجلاب اللي كاينين دابا هابطين ديريكت. فغادي الا كنتي باغا ديرها ايفازمون على حساب لاطاي ديالك غادي تدخلي بجوج سنتيم على العبار اللي حطيتيه في الصدر. دائما هذه الا بغيتيها ايفازمون على لاطاي ديالك، بغيتيها تجيك غير هكا راه غادي تهبطي دخلي بسنتيم، ما بغيتيش كاع انت تدخلي بديك سنتيم، ما بغيتيهاش تجيك هكا ديك يعني شويه دايره، تقدري تهبطي غير نيشان، يعني نيشان ديال الصدر ديالك، العبار ديال الصدر وتحطي هادشي الا كنتي باغا هادشي قياس واحد وهابطه. هنا غادي يبان لكم بحال شويه السنتيم مايل، هو راه ماشي مايل، غير تصوير الكاميرا الطريقه باش كانت الكاميرا محطوطه، اللي دابا ملي جيت نشوف كنلقى ان كتبين لي السنتيم بحال مايل، هو السنتيم راه مقاد. دابا من بعد ما حطيت هاد القياسات ديال الفوق غادي ناخذ العبار ديال الطول اللي عندي، العبار ديال الطول، وما تنساوش تزيدوا عليه السنتيمات ديال التكفيفه على حسب، غديروا تقريبا كنزيدوا 6 سنتيم عفوا، يعني 3 في 3 كتنا اللي غادي ديروا. الا كانت كتغلبكم التكفيفه يقدر ديروا غير 4 سنتيم، الا ما بغيتوش ديروا تكفيفه غليظه ديروا غير 4 سنتيم، جوج في جوج. هنا من ديك النقطه ديال الحزام كما كتشوفوا معايا غادي نهبط ديريكت لعند العبار اللي حطيت ديال الطول، غادي نهبط لعند عفوا انا خديت الطول. من بعد ما خديت الطول غادي نحدد الخلفه
اللي حطيت ليها في الخلفه. انا درت ليها واقيلا 36 اللي كنت حطيت هنايا في هذا سميتها. انا دابا عاد رجعت كندير المونتاج الفيديو. الخلفه درت 36. تقدروا ديروا اكثر على حسب الحجم ديال يعني البنت مثلا اللي كانت طويله ولا شي حاجه تقدروا ديروا لها خلفه، ولا كانت عامره يعني عريضه يعني ما شاء الله عامره تقدروا ديروا لها اكثر. انا كنرجع نوريكم شنو درت. هانتوما دوره العنق، من بعد طياح الكتف، من بعد كنهبط بالتركيز، كندخل التقويره ديال تحرير الابط، ومن بعد هادشي كنهبط لعند من عند الصدر، كنهبط للحزام. هاي داك الحزام هبطنا ليه بطريقه ديال طول الظهر. من تما هانتوما كتشوفوا انا هبطت ديريكت لعند الطول ديال الجلابه، واللي حددت ليها فيه انا درت لها كما قلت لكم هنا 37 سنتيم اللي درت ليها. نقصت ليها ديك 37 غنقسمها من المنتصف، من بعد في الجناب اللي هي غادي نطلع ب 3 سنتيم. هذه قاعده باش ما ديرش ليك الجلايل، وغادي نسطر من عند المنتصف لعند ديك 3 سنتيم ونقطع. دابا هنا جيت للجانب الاخر، هنا كنوريكم هنا كاينه الخلفه واللي هي راه بديت الراس، يعني ملي بديت العبر ديال الصدر. دابا غادي نبدا بطريقه مغايره، يعني غادي ندير العكس ديالهم. البلاصه اللي كنت درت فيها الصدر غيولي في الجانب ديالها، يعني من الجهه المسدوده غادي يولي الجانب ديالها تما الجلايل، ومن الفوق البلاصه اللي كنت حطيت فيها الجلايل من حداها غادي ندير العبار ديال الصدر، يعني داخله في خارجه كتسمى. هنا درت واحد الخط اللي غادي ناخذ القياسات، نفس القياسات اللي انا حطيتهم في الجزء الاول اولا في الامام غادي نعاودهم في هنايا بلا زياده بلا نقصان، لان هذا الخلف هذا مازال القدام كتكون فيه ديك الزياده ديال القدام، ديك 2 سنتيم اللي قلت لكم كتبقى في داك الثوب. ديك الحاشيه راه هذه كنقدروا نزيدوها ندخلوها تحت من السويفه كتستغل يعني في الخياطه، كنخيطوا عليها ومن بعد كنخدموا. هنا الخلف كنخليوه بنفس القياسات اللي عندنا، نفس القياسات اللي حطيتهم في الامام غادي نعاود نحطهم في الخلف باش كيجيوني مقادين. من بعد هادشي يعني الا كنتو خايفين من ان الثوب ما يكفيكمش، اما الا كانت الثوب عريض وكانت مثلا البنت صغيره، الا كانت البنت اصغر من هكا وما كانش عندها صدر بزاف، راه ما تقدروا ما ديروش كاع الطريقه، تقدروا تفصلوا الامام وتقطعوه ومنه تاخذوا تحطوه فوق الخلف وتقطعوه عاوتاني ديريكت بلا ما تحطوا القياسات. ولكن ملي كتكون الثوب خايفه شاكه في الثوب انه يقدر ما يكفيكش، من الافضل انك تحط القياسات ديال الخلف وديال الامام، عاد من بعد ديك الساعات هزي المقص وقطعي. هنا كما كتشوفوا معايا انا كنحط القياسات ديالي مقاده، يعني نفس داكشي اللي درتو في الامام غادي نديرو في الخلف ديريكت. وهنا كنتاكد كذلك بان الخلفه ديالتي غادي تجيني مريحه. هنا في البدايه انا قلت لكم درت لها 37 سنتيم، ولكن من بعد ملي درت الامام مع الخلف لقيت بلي ان الثوب باقي عندي فاش نزيد ليها الخلفه، فكملت ليها الخلفه، يعني وليت زدت ليها 40 سنتيم اللي وليت درت ليها في الخلفه. هانتوما غتشوفوا معايا هنايا انني كنصحح الخلفه ديالتي. شتو غادي نعاود ديك النقطه لان لقيت بان الثوب يعني كافيني. النقطه اللي فيها ديال الصدر يعني باقي شويه ديال ليسباس، لا ما نستغلوه. ملي كيكون مشيط لك واحد شويه ديال الثوب فعلاش لا ما تزيديش. ولكن الا كان الثوب حدو قدو، حيت العبار ديال الصدر هو اللي كيحكم عليك واش كيحكم على الخلفه شحال غادي يكون فيها. هنا هو الامام قطعته، عفوا قطعت الخلف هو هذا. من بعد ما قديت لي القياسات ديالو دابا غادي ندوز نقطع الامام هو هذا كما كتشوفوا معايا حتى هو قطعته. دابا غادي ندوز ندير تقويره ديال العنق اولا دوره ديال العنق ديال الامام. هنايا غادي نهبط ليها ب 8 سنتيم الكبارين، يعني جلابه كبيره كنهبطوا ب9، هي غادي نهبط ليها ب 8 سنتيم فقط باش غادي نهبط ليها. وديك من ديك 8 راه كنربطها مع الراس ديال الزاويه اللي الفوق، ماشي ما كنديروش نصف دائره، كنديرو على شكل في باش كيجينا الدوره ديال الجلابه هكا كتكون ما كتكونش هي بحال البيجامه اللي كنديرو فيها يعني نصف دائره. هنا ها هو الدوره ديالي قطعتها. هنا غادي ندوز لديك الدوره ديال التركيز، غادي ندخل بسنتيم، في الامام كما كنقولوا لكم دائما غندخل بسنتيم في الامام باش ما تجينيش عند حيردة الابط ما يجينيش ديك واحد ما يجينيش الثوب من فوق تما. الطرف اللي بقى ليا هو هذا غادي نعاود نقادو نطويه باش نقاد منه الكمام ونقاد منه القب. غنطوي الثوب ديالي كما قلت لكم، ودائما كونوا حريصين على الطيه ديال الثوب لان فيها فاش كيكون كلشي. الا ما طويتوش الثوب مزيان ولا كان فيه شي ديكالاج راه البياسه ديالكم كلها غتخسر لكم. لذلك ردوا البال مزيان قبل ما تقطعوا بالمقص ان الثوب ديالكم مطوي مزيان. هنا عبرت المسافه اللي عندي. هنا في الكتاف راه كنديروا مسافه باش هبطنا في التركيز هي نفسها اللي كنحطوها
في العبار ديال الكتف. تقدروا تجيبوا لكم وتحطوه وتقطعوا عليه ديريكت، راه كنت وريتكم في فيديو سابق كيفاش. وتقدروا تاخذوا القياسات ديالكم اللي كتعودوا على القياسات صافي كيجيكم حال وسهل. انا عبرت المسافه ديالتي، يعني مثلا انا كنت هبط ب20 واقيلا باش هبط في التركيز، غادي ندوبلها نعبر 40، غادي نعبرها يعني التبره ملي كيكون طوي عبرت 40 ديالي، من بعد طويتها على جوج باش هكا تعطيني 20 في 4 ديال القطع. الطوب كيطوى على 4 على هذا الشكل اللي شفتوه. القياس كنبداه من جهتي انا، من الجهه المسدوده غادي ندخل ليها ب 8 سنتيم، الكبار كندخل ب 10 حتى ل 13. بالنسبه لهكا ليها هي صغيره دخلت ليها ب 8 سنتيم باش دخلت ليها. وهذيك المسافه فين دخلت ب 8 سنتيم بحال قلت غادي ندير واحد السطر بين ديك 8 ديك الدخله اللي دخلت حتى للراس ديال الزاويه، عفوا الصداع ديال الموتور، حتى للراس ديال الزاويه غادي ندير واحد الخط خفيف. وداك الخط هو اللي ديك المسافه اللي عندي تما غتقسم على 4. علاش غتقسموا على 4؟ يعني قد نقسموه على النصف، وكل نصف نقسموه على جوج. في المنتصف الاول اللي من جهتي غادي نطلع بسنتيم، وفي المنتصف اللي من الجهه الاخرى غادي ندخل بسنتيم. ودابا غادي نقور، ندير واحد التقويره، غادي نربط دوك النقاط مع بعضياتهم، وكل جزء ندير فيه بحال نصف دائره على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوه موضح في الصوره. دابا غادي ناخذ الطول ديال الكم اللي عندي، وغادي نراعي في الطول ديال الكم انني زدت سنتيم ديال الخياطه وزدت جوج سنتيم ديال التكفيفه اللي كتكون في الكم. هذه دائما خذوها بعين الاعتبار، يعني دائما تاكدوا من القياسات ديالكم قبل ما تقطعوا بالثوب. هنا من بعد ما خديت الطول غادي نربط النقطه ودرت ليها الحساب، هذا هو الطول اللي عندي. هنا غادي ندير درت لها 15 سنتيم في الدوره ديال الكم. ديك 15 غادي نصلها مع ديك النقطه اللي كاينه تما ديال التركيز اللي دخلت بها. ومن بعد غادي نقطع الكم ديالي. هذه هي القطعه اللي بقات ليا هنايا، القطعه اللي بقات لي على حساب القب. وهاد القطعه هذه ما كفاتنيش بانني نخرج قب مسدود، يعني ما غاديش يعطيني هنا. حتى بعض المرات ملي كيكون انسان وافي وكيكون الثوب على قد يعني حدو قدو ما تيخرجش لك القب مقاد، يعني مطرق بوحدو. فضروري انك تخرجي قب مخيط من المنتصف. وباش نصاوب هذا القب المخيط من المنتصف كنعبر الثوب ديالي هو الاول واش غادي يعطيني جوج اجزاء، يعني كنفصل جزء الاولاني على الجزء الثاني هكا باش كنلاقيهم بجوجهم باش يقدروا يخرجوا ليا واحد القب. دابا من بعد ما عبرت المسافه اللي عندي غادي نبدا نحط القياسات ديالي، يعني راه غادي يخرج ليا جوج. فدابا غادي نحط القياس ديالي لهنا في القب. غادي ندير لان تقريبا هي 14 عام تقريبا كبيره، يعني درنا لها القياس كبير ديال القب اللي هو ستوندار، القب العادي اللي كيدار لجميع المقاسات الكبارين ماشي الصغار. هنايا درت لها 40 سنتيم، ها نتوما كتشوفوا معايا حطيت 40 سنتيم في تما قياس ديال 40. من بعد ما حطيت 40 غادي نعبر في الجهه الاخرى اللي هي الجهه اللي جايه من جهتي انا، اللي هي نورمالمون كتكون الجهه المسدوده، لكن انا هنا حيت الثوب ما كافيش فداكشي علاش غادي تكون مفتوحه. انا عبرت 40 سنتيم، غادي ندير السطر ديالي، ندير واحد الخط اللي غادي نخدم عليه. الجهه الاخرى غادي ندير فيها 30 سنتيم، يعني الجهه اللي هي مسدوده نورمالمون كتكون مسدوده غادي ندير فيها 30. هنا من بعد ما حددت 30 غادي نجي للفوق من ديك 40 غادي نهبرو كنعبرو هنا غادي نتاكد بانهم غادي يعطيني جوج، وهو داك الثوب راه خرج ليا جوج ديال الاجزاء. هنايا غادي ندير دخلت ب 24 سنتيم من ديك 40. انا حددت 40 اخرى باش كنصاوب واحد المربع، ها هو اللي غادي نخدم عليه باش يجيني ساهل. من ديك 40 كما قلت لكم غادي ندخل ب 24 سنتيم، ومن ديك 24 ديك النقطه اللي فيها 24 غادي ننزل ب 10 سنتيم. هذه راه قاعده حتى هي ما كتغيرش، غندخل ب 10 ديال السنتيمات. ومن ديك النقطه ديال 10 انا حددت واحد السطر باش يجيني العمل ساهل على هذا الشكل هذا. من بعد ما دخلت كما قلت لكم انا صوب دابا مربع باش يسهلوا عليا القياسات. حددت ديك 10 سنتيم عفوا اللي انا دخلت بها. ودابا غادي نربط هاد النقطه ديال 10 سنتيم باش نزلت، غادي نربطها مع النقطه اللي كانت فيها 40 سنتيم عفوا. ومن بعد غادي نقسم ثاني ديك البلاصه ل4 ديال القياسات على 4 ديال الاجزاء. نفس الطريقه اللي كنديروها في الكم هي اللي كنطبقوها حتى في القب. غادي ندخل كما كتشوفوا معايا انا تاكدت من القياس ديالي. دابا غادي نربط ديك المسافه وغادي نقسمها على 4.
شفتوا انا كنوريكم فين جاني النقطه ديال الخط. غادي نربط هذيك النقطه مع هذيك النقطه، وغادي نجي دابا ها هي راه وريتكم هنا انني دخلت ب 24 سنتيم. غادي نربط هذوك النقاط بجوج، من بعد غادي نقسمهم لنصفين، وكل منتصف غادي نعاود نقسمو على جوج. من الجهه اللي فيها النقطه ديال 40 غادي نطلع بسنتيم، ومن الجهه الاخرى اللي فيها ديك النقطه اللي دخلنا فيها ب10، يعني بحال قلتي واحد الجنب كيعطيك واحد المربع، كيولي عندك واحد الجنب فيه 40 وواحد الجنب فيه 30. من الجهه ديال 30 حتى هي كندخل كنهبط بسنتيم، ومن بعد كنربط النقاط اللي مع بعضياتهم كما قلت لكم. نفس الطريقه اللي كنديروها في القب هي اللي كنطبقوها حتى في هذا الكم هذا. عفوا الطريقه اللي كنطبقوها في الكم هي اللي كنطبقوها في القب. الفوق سنتيم والتحت كندخلوا بسنتيم. غادي نربطهم مع بعضياتهم على شكل نصف دائره، وغنصل النقاط مع بعضياتهم وغنقطع هذا الجزء هذا. ها نتوما كنوريكم طريقه دائما تعلموا. شوفوا شدوا شي وراقي بحال هكا، ديروا شي ورقه ديال الوسخ تدربوا فيها مزيان، بقاو تراسيو فيها مثلا الكم، تعلمي فيها تدربي فيها على التقويره ديال الكم، وتدربي فيها على التقويره ديال حرده الابط اولا ديال التركيز، تدربي فيها على بحال هذا ديال القب باش كيسهلوا عليك. يعني ديري ورقه وسخ وبقيتي تسطري فيها، خدمي فيها الموديلات بحال هادشي اللي كنديروا حنا دابا معكم بالثوب. راه ماشي ضروري تطبقيه على الثوب من البدايه، طبقيه في ورقه ومن بعد قدي فيها القياسات ديالك بنفس الطريقه اللي درت. من بعد شدي اولا غير ثوب صغير ولا شي طرف هكا ديال الثوب، من بعد شدي هذاك الشيء قطعيه ولصقيهم وشوفي النتيجه اللي غتحصلي عليها. والا كان عندكم شي تساؤل كما قلت لكم راه خليوه لي في الخانه ديال التعليق وانا غادي نجاوبكم عليه ان شاء الله. المهم بالنسبه للوقيته اللي انا صافي قطعت الجزء الاول، انا غنحطو على داك الجزء الثاني. الجزء الثاني ما نحتاجش كاع نحط عليه القياسات. هانتوما غادي نشد غير هذيك القطعه الاولى نحطها على القطعه الثانيه وغادي نقطع بالمقص، وهكا غنكون تحصلت على القب اللي غادي تخيط من هاد الجهه. دابا اللي كنوريكم من هنا دابا غادي يتلاقى بالخياطه. غادي نخيط داك الجزء، ملي غادي نلاقيه غادي يعطيني قب عادي. من بعد ديك الساعه عاد غادي نطبق عليه الطريقه ديال الخياطه ديال القب اللي كنخيطوها عادي جدا. هنايا كملت معكم الاجزاء. الكمام ديالي هما هادو كما كتشوفوهم معايا. هنا عندي القب اللي قلت لكم فيه جوج ديال الطروفه، وعندي الامام والخلف. نتمنى الفيديو يكون واضح ويكون مفهوم بالنسبه لكم، وكما كنقولها دائما الا كانت شي حاجه ما مفهوماش على الراس والعين. نتمنى التوفيق للجميع. ما تنساوناش من اللايكات ومن البارطاج ديالكم ومن الدعم ديالكم.